حبايب قلبي اليوم بيعمل ماجي بيديني عن كل شهر رمضان. بس طبعا هذا بده يحط بالفريزر. هلا هن بيحطوا له مواد حافظه ما بده فريزر، بس انتم المكمله رح تعملوها بتديكم لكل شهر رمضان وباقل التكاليف. وصدقوني اطيب من تبع السوق ب100 100 مره ومن الاصلي. لا تاخذوا غير من الماجي الاصلي اللي بحبوا قلبكم اللي بيعطي طعم للاكل، هذيك الطعم اللي بتاخذ العالم. هلا عندي لتر مرقه دجاج، لازم يكون عندكم انتم سائلين رقاب جناحات، لانه هي بتعطي دسامه. الرقاب والجناحات تعطي دسامه، يعني خرج نطالع احنا منها مرقه نعمل فيها الماجي. عندنا لتر مرقه دجاج، ابسط من هيك ما في. عندنا بندورايه وقرن فليفله احمر اخضر اللي بدكم اياه، كله بنحطه فوق المطر. عندنا جزرايه، ابسط من هيك ما في. عندنا بصلايه وثلاث اربع اسنان توم. عندنا بطاطايه وعندنا كوسايه. عندنا كزبره. عندكم كرفس حبايب قلبي حطوا، عندكم براسي حطوا، لانه هي صدقوني الماجي هي مكوناته واللي بتعطيه الطعم الطيبه هي. هلا بالسوق ما بيسمحوا يحطوا له كل هالمواد اللي نحن عم نحطها اللي بتخليه الماجي الاصلي الطيب، نحن عم نحطها. هلا عندي هون بهارات حب، هيل ثلاث اربع اسنان، قرنفل، فلفل حب، ورقه غار وحده، كلهم بنكتهم هون بنستنى عليهم لحتى يغلوا. بعدين بفرجيكم الطريقه الثانيه شلون بنكمل فيها شغل. وهلا بعد ما سويت عندي الخضره ويا سلام وريحتها بتغور القلب، عن جد ريحتها بتغور القلب، تقول عم تطبخ خضار مشكله. هلا لازم نبردها بقى ونطحنها، وبعد ما نطحنها بفرجيكم شو بدي اساوي. وما مكلفتكم شيء بسيط بسيط، بتعملوا علبه ماجي بمكونات بسيطه عندكم بالبيت موجوده، او كوسايه جزرايه بطاطايه بتجيبون يعني باقل التكلفه بتعملوا علبه ماجي. بعد ما طحناهم وصاروا بهالشكل هذا شايفين، بعد ما استوت خضره وطحناها منظرها بياخذ العقل. ريحتها لحالها بتتاكل مثل السلك، بياخذ العقل. بعدين عرفانين هون بالبيت انتم شو حاطين، شو قايمين، مرقه جناحات، مرقه رقاب، عرفانين شو حاطين. هلا المرحله الثانيه حبايب قلبي، بنجيب كاسه زيت بنحطها بالطنجره هيك ويا سلام، بنجيب كاسه طحين بنكتها وبنحرك فيها هيك. شايفين حبايب قلبي هيك. إذا شفنا كاسة طحين بدها شوية زيت بنحط لها، ما في مشكلة. شايفين يا حبايب قلبي، بعد ما هيك حمصنا الطحينات شوي، حطينا الزيتات وحمصنا الطحينات شوي. عندي البهارات هلا، عندي معلقة ملح، عندي كاري معلقة، عندي كمون نص معلقة، عندي كزبرة، عندي كركم ضروري كركم، عندي بابريكا، عندي بهارات مشكلة، عندي الثوم يعني تشكيلة بهارات حبايب قلبي. البهارات موجودة عندكم بس الكركم ضروري، الكاري ضروري، الملح، الكزبرة، الكمون، البابريكا، الفلفل الابيض كله ضروري. بنحطه هلا هيك، بنحطهم بنزلهم كله، ما بنخلي شيء. هون يا حبايب قلبي بكفي انتوا بالبيت عرفانين حالكم شو عم تاكلوا. شايفين؟ بتحطوا البهارات هيك وبتجيبوا بقى شو الخضار اللي طحنتوها وبتكتوها فوق البهارات على تحرك. شايفين؟ منظر ماجي، شيء بياخذ العقل. نحركهم هيك شغله دقيقتين ثلاثه. شايفين هالمنظر؟ هذا لون الماجي الاصلي اللي بنشتري المكعبات الاصليه المصريه الاصليه، مو التقليد، الاصليه. عم اعطيكم ماجي صدقوني على الاول رح تدعوني. وهذا بيقعد عنكم، هي الطنجره بتقعد عنكم كل رمضان، اذا بتحطوا كل يوم باكيتين ثلاثه بتقعد عنكم كل رمضان، بتقعد عنكم وما كلفت شيء، باقل التكاليف. وهلا بعد ما سخنوا هيك يا حبايب قلبي، شايفين المنظر؟ منظر بياخذ العقل. السماكه هاي بعد ما سخنوا صاروا على اولهم يبابقوا، بجيب معلقتين نشا وبصير بكت وبحرك. هاي اخر مرحله طبعا. شايفين؟ هاي اخر مرحله قبل الصب. هيبه عندكم قوالب بلاستيك بتصبوها بقوالب بلاستيك، طبعا بتدهنوها بزيت. ما عندكم قوالب بلاستيك صبوها بصينيه، بتدهنوا الصينيه بزيت وبتصبوها. انا جبت كيس حطيته بسفل الصينيه ودهنته بمعلقه زيت وهلا بصبه وبعمل السماكه اللي بدي اياها. طبعا انا رح سمكها شوي، مو مثل باكيت الماجي، بحبه سميك، يعني عوض ما احط باكيتين ماجي بحط باكيت ماجي. وشايفين اللون؟ هلا صار لازم صبه. طبعا بالصينيه مثل ما قلت لكم حطيت كيس ودهنته شو بشويه زيت، وفيني ما احط الكيس انا بس قهوه اللي هلوات قيمه انا هيك. يا سلام، شايفين؟ انا هلا بصب السماكه اللي بدي اياها. شايفين على هالماجي، على هالمنظر؟ عن جد ريحه ماجي بتفلش.
هلا بعد ما مديتهم هيك حطهم لحتى شو يبردوا شغله ساعتين زمان، بعدين بزتهم بالبراد، وبكره او بعد ساعتين بعد ما طلعوا من البراد بقطعهم مكعبات انتم الحجم اللي بدكم اياه. طبعا هذا اسمك من تبع السوق، انا عامله اسمك يعني بيروي اكثر بالطبخ. انتم بتقطعوها كبيره، بتقطعوها صغيره، بتقطعوها قد المكعب تبع الماجي، انتم على كيفكم بقى، بس شغله على 24 والله على. شايفين الكميه شو كبيره؟ وما كلفتني شيء الكميه، شايفين؟ بأبسط المكونات، مكونات موجودة بكل بيت، وحتى لو ما موجودة بكل بيت فيكم تشتروا جزرايب، بطاطاية، خيارايب، بصلاية، يعني شغلة ما بتكلف بنوب. ومرقة دجاج زايدة عنكم، انتم بتكونوا سالقين دجاج، عاملين اي نوع دجاج سالقينه على مرقة ورز، سالقينه بدكم تعملوا كبسة، اي نوع بتاخذوا المرقة تبعه ما بتكلفوا شيء، وبتحطوا الخضرة وبتساووا الماجي ويا سلام. شايفين الكمية شو كبيرة وما احلاها. شوفوا الباكيت يا سلام.